اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد، وروتين النهارده كله في المطبخ. هنجهز الغدا مع بعض، وكمان هنعمل اكله شتويه حلوه قوي. النهارده هنعمل السبانخ، وانا ليا تركايه كده بعملها في السبانخ بتودي طعم المكان تاني خالص. قبل بقى ما نبدا الفيديو ونشوف يومنا النهارده ازاي، لو كنتوا بتشوفوني اول مره، انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. لايك وشير واشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم، وفعلوا بقى زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله على القناه. بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى الفيديو بتاعنا. في البدايه يا بنات كده ابتديت يومي كان حوالي الساعه 11 ونص كده. اول حاجه لازم نفطر قبل ما نبتدي اي حاجه، يعني نظبط دماغنا بقى. اللي بيشرب قهوه يشرب، اللي بيشرب نسكافيه يشرب. انا طبعا ما فيش بيني وبين القهوه عمار، انا ما بحبهاش اصلا. اللي بيني وبين القهوه الريحه بس، بحب ريحتها بس، طعمها ما بحبوش خالص. يعني ممكن في ناس هتختلف معايا في الموضوع ده وتستغرب ان في حد ما يحبش القهوه. انا ما بحبش القهوه خالص، ما بحبش غير ريحتها. المهم عملت كده كوبايه شاي بلبن وفطرت، والحمد لله وتمام كده وزي الفل. في حله على النار معلقه كبيره من السمنه، نزلت عليها كده ببصلايه مبشوره ناعم او مفرومه ناعم، رشه من الملح، واسيب البصلايه دي لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح، يعني ما غمقش اللون. خلاص كده زي ما انتم شايفين في الفيديو، ده لون البصله، يعني مش هغمق اكتر من كده. نزلت بقى بعصير الطماطم، احنا عارفين السبانخ بتحب الطماطم كتير شويه. نقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض، وهسيب الطماطم دي لحد ما تتسبك. هنا يا بنات الصلصه اتسبكت، وعلى الناحيه التانية انا كنت مسبكه للمحشي، هعمل محشي كرومب. انا عملت طبعا تسبيكه المحشي معكم كتير قبل كده، فما حبيتش طبعا الفيديو يبقى طويل. هنا بقى نزلت بالسبانخ. طبعا انا كنت الاول يا بنات بقطع السبانخ وبعد كده بغسلها. فناس قالت لي لا دي بتفقد القيمه الغذائيه بتاعتها، يعني اغسليها الاول وبعد كده قطعيها. وانا من يوم بصراحه بقيت ان انا اغسل السبانخ الاول وبعد كده اقطعها. هنا بقى انا خدت من صلصه السبانخ معلقتين صلصه كده، وهقول لكم هعمل بيها ايه. نقلب بقى السبانخ. اول ما هنيجي نحط السبانخ في الحله هتحسي ان السبانخ كتير قوي في الحله. ما تستعجليش بقى وتبدلي الحله، لان طبعا السبانخ فيها كميه سوائل كتيره، هتبتدي تنزل السوائل بتاعتها فهتقل في الحله. تمام؟ زي ما احنا شايفين الكميه قلت ازاي. بعد كده يا بنات جبت معلقه من الرز، غسلتها كويس جدا وصفيتها من الميه. في ناس هنا بتضيف مع السبانخ حمص او عدس زي ما بتحبي، بس انا متعوده على طعم الرز مع السبانخ، فحطيت معلقه كده. غسلتها كويس وصفيتها من الميه. وبعد كده نزلت فصين توم مهروسين، رشه من الملح، ورشه من الفلفل الاسود، ورشه من الكزبره الناشفه. نقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض، وكانت الريحه تحفه جدا. تمام؟ هسيبها كده لحد ما تنزل السوائل بتاعتها، وبعد كده تشربها تاني. وبعد كده هضيف الشوربه، يعني ما اضيفش الشوربه من الاول للاخر. تمام؟ خلاص كده شربت السوائل بتاعتها، هبتدي انزل بالشوربه زي الفل. هخليها على نار عالية لحد ما تغلي، بعد كده هدي النار لحد ما السبانخ تستوي. طبعا وكل 10 دقايق كده اجي اقلب تقليبة كده، ولو احتاجت شوربة تاني هبتدي ان انا اضيف شوربة تاني لحد ما السبانخ تستوي. هنا بقى يا بنات هبتدي ان انا اجهز خلطة المحشي. هنا كنت جايبة بابريكا وايه، ابتديت ان انا احطها في العلبة بتاعتها، وابتديت ان انا اجهز المحشي. عندي هنا طبعا الخضرة بتاعت المحشي. هبتدي بقى انزل بالخضرة الاول، وبعد كده هنزل عليها بالتسبيكة بتاعت المحشي. طبعا يا بنات اكلاتنا النهارده كلها شتويه، يعني السبانخ طبعا اكله شتويه وبتدفي جدا في الجو التلج اللي احنا فيه ده. يعني فضلنا نقول فين الشتاء فين الشتاء لحد ما جه الشتاء بجد تلج. يعني من اول ما ابتدت الطوبه كده الجو متلج قوي. تمام؟ وكمان الكروم يا بنات اكله شتويه بتدفي. يعني المحشي عامه كله بقى بنحب نعمله بقى لما يكون الجو متلج. يعني في اكلات كده حلوه قوي في الشتاء وبتدفي، منها الكرومب والسبانخ، شوربه العدس. يعني في اكلات كتير قوي في الشتاء بتدفي. ما علينا يا بنات. هنا طبعا ابتديت ان انا اضيف توابل. انا كنت ضايفه توابل مع التسبيكه، بس طبعا ما كنتش ضايفه الكمون. الكمون الحاجه الوحيده اللي انا مش بضيفها مع تسبيكه المحشي، هي وبتغلي على النار طعم الكمون بيختفي تماما. فبحب اضيف الكمون بعد ما ارفع التسبيكه من على النار. المهم نزلت بقى ملح، كمون، كزبره، فلفل اسود، بابريكا. كانت بقى الخلطه شكلها تحفه. قلبت كله مع بعض. لو انت طبعا بتحبي المحشي سبايسي تقدري تضيفي شطه. تمام؟ بعد كده يا بنات جبت الرز بقى، غسلته كويس جدا وصفيته من الميه. لازم الرز يتصفى كويس من الميه قبل ما يتضاف على خلطه المحشي. تمام؟ قلبت كله مع بعض وكده الخلطه جاهزه. جبت بقى الكرومب وهبتدي ان انا الف الكرومب. الكرومبه دي طبعا كان عندي في الفريزر. انا كنت الاسبوع اللي فات جايبه كرومبه، حسيت ان هي كبيره شويه، لان احنا بنحب الكرومب سخن. طبعا لو عملتها كلها
كان هيتاكل اللي هيتاكل والباقي كان مش هيتاكل، لان احنا ايه، بنحب الكرنب سخن. فقلت لا، انا اعمل نصها والنص التاني احطه في كيس في الفريزر اعمله في اي وقت. والنهارده بقى قلت خلاص انا هطلع كيس الكرنب ده اعمله ايه جنب السبانخ، الجو بقى ساقعه ومحتاج كرنب. المهم طلعته بقى، اول حاجه كده حطيته في بوله وجبت ميه بتغلي كده، نزلت ايه على ورق الكرنب بالميه، يعني مش هسلقه تاني لان الكرنب ده مسلوق. وابتديت بقى الف ورق الكرنب. خلاص هنا لفيت الكرنب، طبعا حطيت معلقه من الزيت على الكرنب من فوق، بخلي طبعا المحشي بعد ما يستوي فيه لمعه كده رهيبه. بعد كده يا بنات هضيف الشوربه. طبعا انا ما ضفتش اي ملح على الكرنب لان انا مظبطه الملح بتاع الشوربه. نزلت كده بالشوربه وهز الحله كده هزه كده لحد ما اتاكد ان الشوربه كلها وصلت لاخر الحله بتاعت المحشي. تمام يا بنات. هنا بقى كان المحشي بيتشرب زي ما احنا شايفين، شكله تحفه. هنا يا بنات بحب اعمل تركايه كده للفراخ المسلوقه، يعني بحب كده اعمل لها تركايه بتودي الطعم في مكان تاني خالص. هنا عندي معلقتين الصلصه اللي احنا قلنا نسيبهم على جنب، هضيف عليهم معلقه كبيره من الزيت، ربع معلقه من البابريكا، ربع معلقه من الكاري، وكمان هضيف عليهم ربع معلقه من البهارات، اي بهارات عندك بتاعت فراخ. تمام خلاص كده. وكمان هضيف ملح، فلفل اسود وكزبره. مش هضيف اي نوع توابل تاني، عايزه تضيفي بصل باودر توم باودر زي ما تحبي. تمام. هقلب بقى كله مع بعض كده، نظبط بس الملح، نقلب كده كله مع بعض زي الفل. وابتديت ان انا اجيب صينيه احط فيها الفراخ، وهبتدي بقى ادهن الفراخ بالخلطه دي. بجد يا بنات الطعم بيبقى رهيب، طبعا تغيير عن الفراخ المشويه وتغيير عن الفراخ المحمره، ده بيدي طعم تحفة جدا. التوابل طبعا مع الفراخ خلي طعم الفراخ تحفة. طبعا لما هيدخل الفرن بقى وياخد طعم الفرن بيبقى رهيب. تمام. هتجربوه ان شاء الله وهتعجبكم، بسيطة جدا. هدخل بقى صينية الفراخ في الفرن، ونيجي هنا بقى نعمل التركية اللي انا بقول لكم عليها في السمنة. انا بحب اعمل طشة كده للسمنة، زي طشة الملوخية كده. معلقة كبيرة من السمنة، عليها معلقة من الثوم المهروس، رشة من الكزبرة، رشة من الفلفل الأسود. طبعا احنا الملوخية مش بنحط لها فلفل أسود، طبعا عشان السبانخ بتحب الفلفل، فحطيت رشة من الفلفل الأسود. هسيب بقى الثوم لحد ما ياخد لون ذهبي، وهبتدي بقى أنزل بالثوم على السبانخ. الريحة بقى ما اقولكوش بتبقى خطيرة، والطعم تحفة. ده بقى شكل الفراخ. وهنا طبعا الكرنب كان استوى ما شاء الله اللهم بارك، وكمان هنا السبانخ شكلها تحفة. كده يا بنات غدانا يبقى جاهز. الكرنب طبعا يا بنات شكله يفتح النفس، الفراخ واخده لون خطير، السبانخ بقى جربوها بالطريقه دي بجد طعمها مختلف وهتعجبكم قوي. كمان هنا كنت يا بنات عامله صينيه بطاطس صغنونه كده على قد بنوتي، لانها ولا بتاكل الكرنب ولا بتاكل السبانخ، فقلت بقى اعمل لها صينيه بطاطس. المشكله ان الاكل اللي فيه قيمه غذائيه الاطفال مش بيحبوه، لو يعرفوا طبعا ان الاكل ده فيه قيمه غذائيه هتنفعهم بعد كده هياكلوه. يعني ما بيحبوش يغيروا الاكل، طبعا ما فيش تغيير. انا عندي بنوتي ما بيحبش تغير الاكل بتاعها. حتى بنات لما باجي اعمل اكله جديده، يعني احنا طبعا بنجرب طول ما احنا قاعدين في المطبخ وبنجرب اكلات جديده، فبعمل اكله جديده واقولها تعالي جربيها كده دوقيها يمكن تعجبك. لا لا انا ما اعرفهاش يبقى ما بحبهاش. يا ماما طب جربيها يمكن تعجبك. المشكله بقى الكبيره المحشي، هي مش بتاكل غير محشي البتنجان ومحشي الكوسه من غير خضره. هتستغربوا، او لا في محشي ماما من غير خضره، يعني هي الخضره اساس المحشي. فبضطر بقى اعمل جزء ليها هي من غير خضره، واحنا بقى بالخضره لان احنا مستحيل ناكله من غير خضره. طبعا المحشي اساسه الخضره. المهم يا بنات ما علينا، ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب. اتغدينا والحمد لله. بعد الغدا طبعا عارفين ايه بيحصل، غسيل المواعين. غسيل المواعين ده مش بيخلص طول ما انت واقفه في المطبخ، يبقى دايما بتسحبي ده وتسحبي ده، الحوض بيتملي ما شاء الله زي ما انتم شايفين. المهم كده غسلت المواعين. طول بقى ما انتي بتغسلي المواعين عايزه الحاجه تخلص بسرعه، استغفري، صلي على الحبيب المصطفى، هتحسي الحاجه كلها سهله وبسيطه. والله كل حاجه بتهون. يعني طول ما انتي واقفه كده احنا فاضيين مش بنعمل حاجه، استغفري استغفري كتير، سبحي كتير، صلي على النبي كتير، هتحسي ان الحاجه بتتعمل معاكي بسهوله جدا. والله ربنا بيسر الحال والحاجه بتمشي بسهوله. ربنا كده يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب وييسر لنا الامور كلها. خلصت بقى يا بنات غسيل المواعين، وكانت اخر حاجه الحوض لازم يتغسل، اخر حاجه طبعا بعد الرخامه وبعد البوتاجاز. المهم يا بنات كده كان ده نهايه الفيديو. بتمنى النهارده يوم يكون عجبكم، لو عجبكم بقى متنسوش اللايك والاشتراك والقناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.